جيدة وفي ظروف ملائمة وبداية اللقاء وبكرة أولى لنادي عاصمة الجنوب في مناطق الدفاعية ولا محاولة خطيرة ملعب التونسي منذ البداية والحارس ياخوها أيمن دحمان ويفتح الكرة خطيرة من ورغمي يعمل الاسيست خطيرة ترجع من الدفاع باهي العملية مرة أخرى من محمد الطرابلسي لكن ترجع كرة للنادي رياض صفاقسي باهي العملية متيابة جمال الأوغندي واللمسة خطيرة الهجمة خاطفة لفريق السي اس اس والدفاع يدخل أيضا جيل فيتشينتي من الأندية اللي دربها في البرتغال والقطع حاليا مع المدرسة التونسية الإعادة والمتابعة علي معلول على مستوى القامة الأول وإبعاد الكرة الأنف. شوفوا المحاولة هذه المرة لكن بعيدة من متوسط الميدان اللي يلعب أولى الدقائق متاعه مع السي اس اس. وتعزينا الحارة لكل الأهالي. التدخل من مونديكو وايضا من جديد هشام بكار وتدخل حاسم من المدافع اللي يلعب في الاكس وكذلك الجهه اليسرى لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي. خطير الملعب التونسي. شوفوا مونديكو خسر الكره الاخيره وتوزيعه اخرى من السعفي وهشام بكار. شفناش خطوره كبيره على مرمى الحارسين. هذه كره تعود لفريق النادي الرياضي الصفاقسي باهي لا مراوغه عن طريق اوكبولي نيجيري ينطلق ايمانويل وتصويبه تصويبه ضربه مرمى أكلها في السنوات الأخيرة لفريق الملعب التونسي وآخر اللاعبين وليس آخرهم محمد عياض الرياحي اللي تحول لفايبورغ الدنماركي. كرة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق الطرابلسي ثم علي معلول شعمل اللمسة به الكرة 1-2 خطير عملية طرابلسي وتصويبة يا اخوها الحارس التونسي يبحث عن اوكبولي يدخل الدفاع الهادي خلفه وموجود في المكان المناسب في وسط الميدان. كرة عبر اللعب ودراغو حط الكرة لجمال متيابة الأوغندي حط الكرة على ساقه اليسار يلعب إلى غيث الصغير إلى الجهة اليمنى محاولة التوزيع كرة عرضية خطيرة يدخل الدفاع عبر رائد الدربالي حط الكرة علي معلول في تنفيذ ضربة الركن يلعب الكرة في القامة الأولى ثم الكرة الثانية عملية يحاول يصوب يرجع دفاع ثم تصويب الهدف الأول والهدف الأول للنادي الرياضي من جديد للبقلاوة من الرواق الأيسر. الكرة عبر أمادو اندياي ما زالت العملية باللمسة. هذا أمادو يحاول يعمل اللمسة ما زالت الكرة فريق الملعب التونسي ثم الكرة خطيرة ممتازة العملية والدخل اليمنى هذه خلف عنده المساحة يحاول يلعب الكرة قصيرة ما زالت العملية فريق البقلاوة ثم رفع الكرة خطيرة بالراس كان قريبا أمادو اندياي بالراس. اللمسة كانت جميلة من الجهة اليمنى رفع الكرة. شوف أمادو ندياي بالراوت لفريق الملعب التونسي هذه خلفه يحاول للجهة اليسرى للورغمي يفتح الزاوية خطيرة الخميسي أي كرة دار خط هجوم الملعب التونسي في هذه اللحظة بالذات. الكرة تصويبة لم تكن قوية يا أمادو دياي. شوف اللمسة من الخميسي واندياي أو العزيز الساحي. هذه كرة كانت من الورغمي للساحي واندياي يفشل في تسجيل الكرة وتألق الحارس أيمن دحمان. فرصة كبيرة لصالح الملعب التونسي عبر نجياي السنغالي في الكرة من يوسف توري ثم تعود الكرة لهذه المرة لفريق الملعب التونسي وترجع من الدفاع وحكم اللقاء يقول ضربة مخالفة لفريق الملعب التونسي. ضربة مخالفة نفس سريع. كرة من جديد من السعفي يعود السعفي إلى مامثيون ثم الكرة بركات يصوب كرة ترجع من الدفاع ما زالت العملية دائما السعفي كابيتانو إلى بركة تحميدي مش يحاول يجرب حظه لكن يلعب الكرة من جديد خطيرة عملية توزيعة وضربة في الدفاع ولا اللمسة خطيرة تعادل هدف التعادل للملعب التونسي في هذه اللحظة بالذات. رفاء الرياحي هذا
هذا الشاب ابن الملعب التونسي يعيد البقلاوه تقريبا في ميسي. وكرة من بركات يحاول يمر يتعدى بركات يحاول يعمل بفصل مهاري يحاول يعدي لكن يدخل مع الدفاع. ما زالت كرة بركات يعمل لمسه كرة خطيرة دياي الكرة تعود من الدفاع محاولة عكس الهجمة ايد بالوافي معاه المدافع يتدخل بامتياز منير الجلاسي ترجع كرة من جديد السادسية كرة في وسط الميدان عن طريق العقل المدبر ضبط الايقاع يوسف السعفي يعمل الفتحة لبركات لكن الدفاع يتدخل ترجع دائما السادسية للبقلاوة خضراء وحمراء للسعفي يتعدى يمر السعفي شق الماء دفاع كرة من جديد على السعفي ماذا درت ماذا ضيعت يا رفاع الرياحي اهدر كرة على الطبق من ذهب قال له حط الكرة في الشبكة في العملية الأخيرة اللمسة كانت ممتازة والملعب التونسي كان قريبا من الثاني أي فرصة هدرها رفاع الرياحي صعب هدف التعادل يتحسر على هكذا فرصة مهدورة رفاع الرياحي الملعب التونسي بالتغييرات نتاع ماريكو يعني شكل آخر في هذه المباراة ترجع كرة من ثانية ثم تعود بالراس مرة أخرى دفاع والكرة الثانية دياي أي راس وجه لوجه هذا اسمه تفنن في إدارة الفرص هذا اسمه تفنن في إدارة الفرص عبد الرحمن وجه لوجه شوف العملية حتى له راس وجه لوجه مع الحارس تفنن في سال قلب هجوم لكن حب معناها صعب الوضعية والكرة فوق المرمى وفرصة مضاعفة النتيجة البرود كرة طويلة ثم اندياي كرة أخرى لقلب هجوم الملعب التونسي لم يتمكن من إيجاد الوضعية المناسبة التصويبة الأخيرة فوق المرمى مرمى الحارس أيمن دحمان منذ قليل كان في وضعية مماثلة هذه المرة التصويبة بالرجل اليسرى خروج متيبة أثر برشا على وسط ميدان السي اس اس بواديارا التوزيع بالوافي